مغربيا في جامعة معروفة متهم بأخذ الرشاوى من الطلبة مقابل منحهم شهادة الماجستير، بل إنه كون شبكة واسعة من المحامين والمتنفذين للعمل معه منذ سنوات. نعم مشاهدينا، ما سمعتموه صحيح، فقد عاشت منصات التواصل الاجتماعي المغربية في الأيام القليلة الماضية على صدمة ما تعرف بقضية بيع الشهادات العليا التي أثارت ضجة كبيرة في الشارع المحلي بعد توقيف أستاذ جامعي متورط في بيع شهادات الماجستير على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بشبكة للإتجار في الشهادات الجامعية. وسائل إعلام محلية أفادت أن التحقيقات الجارية شملت عددا من المحامين من مدينتي أغادير وبني ملال إلى جانب فرد من أسرة ميسورة في مدينة إمنتانوت عقب مطالبات بتوسيع التحقيق في القضية. ما هو المثير للجدل؟ القضية ليست حديثة، فقد سبق لممثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية أن تقدم بشكوى ضد الأستاذ المتهم عام 2023، وأيضا قدم معطيات بشأن الشبكة التي يتزعمها المتهم وكيفية منح الشهادات والدبلومات مقابل مبالغ مالية مشبوهة، إضافة إلى إقصاء طلبة من الولوج إلى مرحلتي الماجستير والدكتوراه. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد مشاهدينا، فقد أشارت تقارير صحفية محلية إلى تورط زوجة الأستاذ الموقوف في القضية وهي محامية، إضافة إلى آخرين ضالعين في الشبكة يواجهون عدة تهم أبرزها الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ، التلاعب بآليات الانتقاء العلمي. لكن ماذا بالنسبة للطلبة يلي حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه بتسهيلات من الأستاذ المتهم، خصوصا أن بعضهم عمل في وظائف رسمية هامة وسط مطالبات عديدة للقضاء بفتح ملفات مشروعية توظيفهم؟ بحسب مصادر محلية فإن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش سيستدعي مجموعة من هؤلاء الأشخاص الذين سبق أن حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه للوقوف على مدى التورط في بيع وشراء هذه الوثائق الجامعية. على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب فقد شهدت صدمة كبيرة وموجة واسعة من الاستنكار وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وتفعيل الرقابة على الجامعات لمنع حصول حوادث مشابهة.